بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها هي مجلس ابو ظبي يكذب عامر حسين، انسحاب الزمالك، قرار ال30,000 عضوية. المعروف طبعا ان عامر حسين ده راجل لكل العصور، راجل مميزاته ايه؟ طبعا انت ما انتش عارف ليه ما بيجيبوش اجيال جديده تمسك مكانه، برضه ما حدش عارف. كأن ال110 مليون مصري ما فهمش غير عامر حسين اللي بيطلع في كل شويه في المداخلات التلفزيونيه ويتكلم عن مباراه الزمالك والمقاولون، وكان بيتكلم عن السوبر الجديد اللي هو سوبر النخبه. هو عمل مداخله جديده مع هاني حتحوت وقال اتفقنا مع مجلس ابو ظبي ان السوبر بطوله جديده وبدون الزمالك، يعني بمعنى انكم انتم الاثنين اخذتم القرار فان الزمالك لا يشارك في البطوله. يعني مجلس ابو ظبي مع الاتحاد المصري خدوا قرار بان هما الاثنين ما ياخدوش الزمالك وما يشاركش في البطوله الجديده. المفاجاه ان مجلس بقى ابو ظبي طلع كذب عامر حسين وقال له انت كذاب فيما معناه في الحوار. مجلس ابو ظبي قال كشفت مصادر رسمية بمجلس ابو ظبي الرياضي عن عدم تدخل المجلس في تحديد اطراف كأس السوبر المصري بشكله الجديد، ونفى المصدر ما تردد حول الاتفاق مع اتحاد الكرة المصري لاستبعاد نادي الزمالك من المشاركة. وقال المصدر وقعنا اتفاقية لاستضافة بطولة السوبر المصري الجديدة بمشاركة 4 فرق، ومن يختارها هو الاتحاد المصري لكرة القدم وليس المجلس. يعني هنا في حاجتين مهمين جدا، ان البطولة دي بطولة جديدة، وتاني حاجة ان المجلس ابو ظبي ما قالش ان هو مش عايز نادي الزمالك. طبعا ده جه نتيجة مين؟ نتيجة ان الاهلي قاعد يدبدب على الارض وقال ان الزمالك معاقب ولازم يتعاقب ولازم ما يشاركش في السوبر المصري الجديد. ليه؟ لأن الزمالك كان اعتذر عن المشاركة في الموسم الماضي، ولكن هم ما سألوش نفسهم هو الزمالك اعتذر ليه؟ الزمالك اعتذر بسبب مشكلة كهرباء، انك انت بتلعب لاعب مش المفروض ان هو يلعب المباراة اللي هي كانت السوبر اللي فات مع نادي الأهلي، ولذلك الزمالك اعتذر عن هذه المباراة. طبعا الأهلي لما بيدبدب بيسمعوا له الكلام، عامر حسين مباشرة بيسمع كلامه، الاتحاد المصري بيخاف من نادي الأهلي، ولذلك شالوا نادي الزمالك من السوبر المصري. هل جمهور الزمالك زعلان؟ طبعا جمهور الزمالك مش زعلان. هل جمهور الزمالك بيعيط؟ بالعكس، جمهور الزمالك ما بيعيطش، لأن جمهور الزمالك عارف إن هي هتبقى في شهر ديسمبر والزمالك لسه ما عندوش الامكانيات ان هو يشارك في السوبر المصري في هذا الوقت، فما حدش من الجمهور الزمالك زعلان او اي حاجه. طيب في كمان الاهلي بيدبدب وبيعيط علشان حاجه كمان، ان مكافاه السوبر دي بتكون ضعيفه جدا اللي هي 250,000 دولار بس، والاهلي عايز اكتر من كده. فهل الاهلي ممكن يعتذر عن السوبر ده؟ يبقى الاهلي والزمالك اعتذروا وتبقى الدوره ديت فشلت. وانا في رايي ان الاهلي ممكن يعتذر بسبب انها 250,000 دولار بس المكافاه. ده بالنسبه للموضوع الاول. يعني الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هو الكابتن احمد الطيب عمل بوست مميز جدا وجميل جدا، وقال يا سيدي عاقب الحكم، اشطبه، احرمه من إدارة مباراة الزمالك، لكن فين حق الزمالك؟ اعتراف صوت وصورة ومع ذلك لا يؤخذ به. ده حدث يتم بسببه حل لجنة الحكام بما فيها الزمالك لو لعب مبارياته القادمة دون إصدار قرار بإعادة المباراة وقتها الحل ولا شيء غيره هو الانسحاب وعدم المشاركة في هذه المهزلة. انسحاب وتجميد لعبة كرة القدم لأكبر أندية أفريقيا وأحسن نادي في العالم سنة 2002 سيهز العالم كله وسيعود الحق لأصحابه. بعد مهزلة سحب لقب نادي القرن الماضي، ها هي مهزلة جديدة في القرن الجديد، مطلوب انسحاب الزمالك.
هنا الكابتن احمد الطيب كتب طبعا بوست مميز جدا وجميل جدا، بيطالب فيه اولا بحل الحكام، ان هم لجنه الحكام ديت ما تبقاش موجوده، او الزمالك ينسحب من الدوري المصري. هل انت تضم صوتك لاحمد الطيب في ان الزمالك ينسحب من الدوري المصري، او عدم لعب مبارياته حتى اعاده مباريات الزمالك والمقاولين؟ فانت ممكن تكتب لي في التعليقات، لان المنظومه الرياضيه في مصر هي منظومه فاسده ولازم تاخذ عقابها. فيا ريت تقول لي ايه رايك في الموضوع ده، هل يتم انسحاب الزمالك من بطوله الدوري المصري؟ الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هو بسبب قرار 30,000 عضويه المحكمة توقف قرار اللجنة الثلاثية. قررت هيئة القضايا الإداري بمجلس الدولة إيقاف قرار اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني بمنع ما يقرب من 30,000 صوت من التصويت في انتخابات الزمالك القادمة. هذه الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر القادم باختيار مجلس إداري جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات. هيئة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إيقاف اللجنة الثلاثية عن قرارها، اللي هو القرار كان بمنع 30,000 عضوية عن المشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة بسبب عدم سداد القيمة المضافة. بيقوم أحد المرشحين برفع دعوى قضائية بيحصل فيها على القرار من المحكمة بإيقاف قرار اللجنة الثلاثية في هذا الشأن. طبعا تم تحديد الأول من أكتوبر القادم هو لإصدار الحكم النهائي في هذا الأمر، حيث الدعوة تمت بصفة مستعجلة لوقوف القرار. يعني بيقول لك هنا إن في 30,000 عضو ما كانش لهم الحق إن هم يصوتوا في انتخابات نادي الزمالك القادمة. ليه؟ لأن هم ما دفعوش القيمة المضافة. وفي شخص من أحد أعضاء نادي الزمالك قام بقضية مستعجلة وخد حكم بأن القرار ده غير صحيح من اللجنة الثلاثية، ولكن المحكمة هتحكم في الأمر ده يوم 1 أكتوبر، يعني يوم الأول من أكتوبر. ده هيعتبر يوم مهم جدا لأعضاء نادي الزمالك وكمان للناس اللي هي مرشحة نفسها، لأن 30,000 عضو هيبقى لهم تأثير جامد جدا في انتخابات نادي الزمالك. وأنا بعتبر إن ده شيء كويس جدا، لأن ده بيعمل تحصين لانتخابات نادي الزمالك اللي هي جاية بإذن الله في الشهر اللي جاي اللي هو يوم 20 أكتوبر. فأنا بعتبر إن دخول المحكمة في إنها تقرر علشان من دلوقتي علشان ما يحصلش طعون والدخول في محاكم وقضايا والزمالك يخش في منطقة مش حلوة. فإحنا ده بيعتبر شيء كويس، إن ده بيحصن أهم حاجة تحصين الانتخابات القادمة لنادي الزمالك، وده أهم حاجة في الموضوع ده يا جماعة بالنسبة لموضوع النهاردة. فيا ريت تدوني رأيكم في انسحاب نادي الزمالك من الدوري، تقولوا لي رأيكم في عامر حسين. وألف شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.